لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكر، وسع مداركك. الكلمة رزق يسوقه الله على لسانك، قد تكون لغيرك. قد يكون واحد طالع الصبح مهموم فذكر بالله عز وجل فيطرد الشيطان. شيخ احنا عندنا مفاهيم فيها تحتاج إلى تعديل. أنا فتحت مطعم، لا عملت له دعاية ولا جبت له شيف ماهر ولا عملت له ولا سويت ولا شيء. يا أخوي أنا متوكل على الله عز وجل. هذا التواكل بعينه. اليوم احنا نتكلم عن القضاء والقدر ونستعين فيه ونخفف فيه عن اللي حوالينا ونخفف فيه على أنفسنا، ولكن هل احنا فاهمينه صح؟ أنا تأملت في نقطة استوقفتني وهزت كياني وجعلتني أنظر للقضاء والقدر من جانب إيماني في تعظيم قدرة الله عز وجل ومعرفة حقيقية أو أكثر لله عز وجل. وهذا قدر الله عز وجل. أول ما خلق القلم، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. أنا ما أنذل لأي مخلوق. ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الموضوع. والشيطان حسب خبرتي فيه إن عارف نقاط الضعف لكل واحد فينا ويدخل منها. شخص لو جبت الأموال الدنيا كلها إن ياكل حرام والله ما ياكل، لكن للمنصب ممكن يبيع شيء من دينه. كل شيء مكتوب. هني القدر هل ممكن تغييره؟ وين دور الدعاء بالموضوع؟ بالنسبة لي أنا كأني أرى غرفة ظلمة بصراحة، ودي تحاول تنور لنا إياها كثر ما تقدر. بس وين يقع الدعاء والقدر؟ ممكن تغييره ولا لا؟ أول شيء هذه برمجة لصلاة الفجر. أنت لازم تصلي الفجر في جماعة. فلما تصلي الفجر في جماعة خلاص كل بركات أسبابها جت. فأنت الآن في حرز، أنت الآن تلقيت أول يعني ما طرق إذنك الله أكبر، أول ما طرق إذنك قراءة الإمام سورة الفاتحة وما فيها من قوة وإرشاد وتوجيه واستعانة. هذا أول ما بديت في نهارك، يعني خلاص ما يفترض تكون أصلا منزعج. فتمشي بأذكارك وتتأمل في هالكون مع يوم جديد وأمل جديد وحياة جديدة تنطلق خلاص. فتروح مقدمة إيمانية وكلمات جميلة أعدت مسبقا وخلاص يعني. وسبحان الله أحيانا لما أنت تبدأ تنطق بالكلمات الحلوة أنت تتغير. يعني لما تبدأ الصبح وتحمد الله عز وجل بكل المحامد عن كل المخلوقات، عن كل المخلوقات. إيش قصدك يعني؟ لما تقول اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك فلك الحمد ولك الشكر. أنت حمدت الله على كل نعمة أنعمها على عباده كلهم، مسلمهم كافرهم. يعني أنت وين والحسد وين؟ أنت قاعد تبارك في هذا الصباح لكل نعمة أنعم الله عز وجل على عباده، أنت قاعد تهنيه وتبارك له، تقول لك الحمد يا الله أنك أنعمت على فلان بزوجة وفلان بمال وفلان بعافية وفلان بستر، فاللهم لك الحمد على كل النعم اللي أعطيتها كل عبادك. تمشي وأنت مرتاح. بس سهل هالشيء عفوا، يعني لازم تكون نيتك أنت أساسا صادقة بأنك تطلب لجميع عباد الله بالمغفرة والتوفيق. هو الدعاء نية قلب شيخ، ليست مصطلح.